السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. صباحكم زي القشطة وزي العسل وزي اللبن الحليب ان شاء الله بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، دورة البط بتاعنا بتاع رمضان بسم الله ما شاء الله، يومهم جاي بيومين والبط معانا يفرح. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله بإذن الله. زي ما انتم شايفين النهارده بقالهم 5 ايام 6 ايام النهارده. بسم الله ما شاء الله. البطه زي ما انتم شايفين كده، انتوا كنتوا شايفين اول يوم هي كانت طالعه يعني هي كانت جايه كانت اصلا طالعه من البيضه لسه. فزي ما انتم شايفين 5 6 ايام عملوا ايه في البط معانا ليه؟ بالنظافه تحتهم يا حبايب قلب الفرشه، وبرده بالتدفئه الحلوه اليومين دول، لان اليومين دول مش متظبطين كده. بالتدفئه الحلوه برده. فبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين البط يعني كمان قدامه ايه 10 ايام بالكتير في البوكس هنا اهو. واقوم منزلاه ان شاء الله باذن الله، حاطاه فين في العريشه اللي انت ايه اللي انتوا شايفينها معايا امبارح اللي فيها الفراخ. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي الفراخ البيضة معاهم حلوة زي العسل برضو بياكلوا. بس بقى ان شاء الله باذن الله هخلص معاكم ونكنس تحتهم. انا كنسه تحتهم امبارح ومن الشفا تحتهم. بس البط زي ما انتم عارفين بيحب رط الميه وكده، فانا كبرت لهم السقايش والسقايه اللي انا حطاها لهم امبارح اللي هي ال5 لتر. لان لقيت التانية بتفضى بصراحه، يعني بطلع بلاقيها ناشفه خالص، فدي ممكن يبقى غلط على الطيور بالذات معاهم فراخ بيضه. لو الميه خلصت من قدامهم وعطشوا دي بيبقى غلط. فانا كبرت لهم العلاف، حطيت لهم ال5 لتر اهي. فالبط بقى برطوا ميه وكده، فزي ما انتم شايفين تحتهم يعني انا زي ما انا قلت لكم مغيره تحتهم الفرشه امبارح بالليل. هغيرها برضو الوقت، بحيث برضو ايه اللي الفراخ برضو معاهم عشان ايه ما تتعبش معايا برضو ولا كده. فاللي انا هعمله بقى بدام البط هيفضل هنا شويه كده عم برضو يشد حلو شويه كمان، اللي انا اكنس بقى على طول مره الصبح ومره اخر النهار، مره الصبح ومره اخر النهار، بحيث ان الفراخ برضو ايه ما تتعبش معايا الفراخ البيضه من كتر رط الميه ايه حواليها. لو عندي مكان بصراحة للفراخ البيضة كنت نقلتهم في جنب، لأن انتوا عارفين البط برضه نفسه حامي، ومن ناحية تانية بيحب الرط مية كتير، والفراخ البيضة زي ما انتوا عارفينها ما بتحبش ايه حاجة حواليها، يعني لا مية رطرطة ولا حاجة، ولازم الواحد يبقى واخد باله منها كده. فبما اني بقى اللي ما فيش مكان لهم ولا حاجة، انا بقى هاخد ايه بالي من النظافة دهيت، او الفرشة تحتهم تتغير مرتين في اليوم، وممكن 3 مرات. يعني لو طلعت في اي وقت لقيت البط رطت تحته هحوش على طول واحط لهم، بحيث ان الفراخ برضو ما تتعبش معايا وكده. ومن ناحيه تانية اللي هم يفضلوا ايه ال10 ايام ده هم معاهم قبل ما انقلهم في البوكس. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله البط بتاعنا يفرح القلب زي الهنا وزي العسل اهو. زي ما انا قلت لكم المكان اللي بتجيبي منه البط لما يكون انت مكان موثوق منه، او انت معاملاه قبل كده او جايبه منه قبل كده، بسم الله ما شاء الله بتبقى البطه مريحاكي او الحيوان اللي انت جايباها مريحاكي، لان بيبقى المكان انت عارفاه وضامناه. يعني بيبقى في اماكن كده مجهوله يعني او مثلا نازله سوق او حاجه ما بتعرفيش مصدر جاي منين، دي ممكن ايه تبقى بتجازف شويه، بالذات البط غالي دلوقتي، فالواحد ما بيحبش يجازف. لازم يروح الواحد حته موثوق منها وحته يبقى عارفها. فزي ما انتم شايفين البط بتاعنا بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي عطوهم لي يا رب. زي ما انا قلت لكم المعمل دي في الجديده، معمل المحمدي بسم الله ما شاء الله، انضف انواع الطيور هناك عنده. جميع انواع الطيور عنده، كل حاجه هناك بسم الله ما شاء الله. جيبش الا فرز اول، وبسم الله ما شاء الله عنده ضمير، يعني ربنا يبارك ليه ولنا يا رب ان شاء الله باذن الله ولكم. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلب البط بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي القشطه وزي الهنا اهو. ما بنعملوش اي حاجه خالص، زي ما انتم عارفين البط ما بتعملوش اي حاجه دلوقتي. اهم حاجه الفرشه زي ما انا قلت لكم، العلف قدامهم السمسم اللي هو تركيز 23%، الميه. بس هو بس المشكله اللي هو بروت ميه شويه، فده عايز النظافه تحته اول باول، بالذات لما تكوني مثلا حاطه معاه فرختين ولا حاجه، لازم تنضفي تحته اول باول كده. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. هم النهارده بقالهم 6 ايام. والفراخ بتاعتنا بسم الله ما شاء الله حلوه، هي يعني ايه مهلوكه شويه او متبهدله شويه، لان البط زي ما قلت لكم نفسه حامي، ومن ناحيه تانية برط ميه كتير، فربنا يسترها بس ايه شويه كده. وان شاء الله باذن الله ساعه ما نحوش البط من معاهم هيردوا وهيبقوا زي العسل، لان زي ما انا قلت لك النوعيه بتفرق كتير. يعني لو دي نوعيه وحشه مش هتستحمل اللي البط يتحط معاه او يرط معاه الميه دي، بس بسم الله ما شاء الله نوعيه الفرخ حلو فبيستحمل. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. هنتعب شويه تحتهم ننضف تحتهم، بس بحيث ان انت الواحد يتعب شويه بس ما يخسرش الحوانه بتاعته ولا تتعب منه، بالذات في اليومين البرد اللي انتوا شايفينهم ده. ربنا يسترها يا رب ان شاء الله باذن الله.
النهارده يعتبر لسه 3 اشهر ونص يا حبايب قلبي عن رمضان. اللي لسه ما نزلتش بط رمضان تنزل ان شاء الله باذن الله، زي ما قلت لكم نوعيه المولر او البغال. بسم الله ما شاء الله يجي معاك على 3 شهور او 3 شهور ونص، وممكن اقل كمان. فيلا النهارده بقى كنت هتنزلي 3 اشهر ونص يا دوبك اهو. ربنا يا رب كده يجعلها ايام هنا وخير علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين، وانصر اخواتنا الفلسطينيين، وانصر الاسلام والمسلمين في كل انحاء العالم يا رب العالمين. يا رب ينصر اخواتنا في فلسطين يا رب على اعدائهم عاجلا ام اجلا يا رب. النهارده بسم الله ما شاء الله الجو جميل يا حبايب قلبي، وفاتحه الفراخ البيضه بتاعتنا هناك اهي برضو بسم الله ما شاء الله زي العسل وزي القشطه برضو. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب كده وما يخسرش حد. زي ما انا قلت لك يا حبيبه قلبي تتعبي شويه في الطيور بتاعتك، ربنا هيرضيك ان شاء الله باذن الله. شايفين البط بيحب يرد ازاي اهو. فلازم بقى ما اكون حاطاه في حته ضيقه زي دي او خايفه عليه، لازم يعني يتحضن الاول كده او يشد حلو شويه، لان انتوا عارفين انا جايباه كان طالع لسه من البيضه، كان كتكوت صغير، فما كانش ينفع ان انا احطه في حته واسعه او في مكان ما يبقاش دافي زي دي. اللي هنتعب بس شويه كده ان احنا ننضف تحت ونحط نشاره نضيفه مرتين 3 في اليوم، عما ان شاء الله باذن الله يجمد كده وننقله بقى في مكان اوسع ويستحمل معانا. حتى لو حطينا له مثلا لمبه واحده في المكان الواسع تدفيه. اما انا لسه زي ما انتم شايفين كده بتحضن معانا اهوت، قالوا 6 ايام اهو. ربنا يسهل يا رب ان شاء الله باذن الله. الفراخ بتاعتنا مادام كلت بتكني بقى اهي، زي ما انتم شايفين كده كلت وشربت بيكنوا بقى. الفراخ البيضاء بالذات يعني ايه، لولا البطتين معاهم محرحشينهم شويه، انتوا عارفين الفراخ البيضاء يعني ايه تقيله في نفسها شويه. فان شاء الله باذن الله بس ما شويه البط هم ينزلوا معاهم هتتفرجوا عليهم هيبقوا زي العسل وزي القشطه ان شاء الله باذن الله. دي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده حبايب قلبي، ودي كان يوم معاكم النهارده. ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وهنا، ويدخل السرور والهنا والفرح علينا وعليكم وعلى امه لا اله الا الله اجمعين، وارحم ابويا وامي وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب. يا رب ترحم ابويا وامي وامواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. وجعل ايامنا كلها هنا وخير، وصباحكم زي القشطه وصباحكم زي الهنا، ويجعل ايامكم كلها خير يا حبايب قلبي. كده البط بتاعنا فطر. هنقوم بقى ايه، نحوش بقى بقيه الميه دهيت، ونحوش الاكل من قدامهم، ونحوش بقى النشاره كلها اللي مبلوله دهيت، ونحط لهم شويه نشاره ناشفين حلوين كده حبيب قلبي، عشان خاطر برضو الفراخ بتاعتنا. هو لو كان البط لوحده عادي انا كنت سبت تحتهم لان هو مش مبلول قوي، بس الفراخ البيضه بتاعتنا حساسه ولازم ابقى واخده بالي قوي قوي قوي، لغايه ان شاء الله باذن الله ما البط ايه احوشه بعيد عنه. طول ما هم كانوا لسه جايين مع بعض يا حبايب قلبي ما كانوش بيرطوا كده البط، بس كل ما البط انت عارفين كل ما البط بيكبر بيحب الميه وبيحب الرط كتير، فما ينفعش ان انت تسيب معاه فراخ بيض. لو فراخ بلد اقول لك ماشي، لو اي انواع تانية ماشي، اما انا الفراخ البيضه حساسه ولازم الواحد يعتني بيها. فان شاء الله باذن الله الواحد يتعب يومين شويه كده عما البط يشد حاله، نكنس كده يومي مرتين في اليوم 3 مرات في اليوم، بس لازم يكون تحتهم الفرشه نضيفه. فدي كان يومي معاكم النهارده حبيب قلبي، ودي كان الروتين بتاعي معاكم النهارده. يا رب تكون الفيديوهات بتاعتي خفيفه عليكم وما كنتش بتقل عليكم، تكونوا بتستفادوا منها اي حاجه، ونهاركم زي العسل ونهاركم زي القشطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.